ردت عليا ويا ريتها ما ردت عليا، قالت لي أنا مارينا اللي دفنتوها وبنيتوا العمارة على جثتها. واهلا بيكم في رعب الخميس. بجد انا حاسس بتعب نفسي كبير بسبب ان بقالي كام حلقة مش بتشاف زي الاول، وده بسبب ان بقى في جزء بيكسل يعمل شير او لايك زي الاول. فاتمنى من عيلتي وهي عيلتي الملهمين تفضل دايما دعماني ومقدرة المجهود بتاعي اللي بعمله. فانزل دلوقتي اعمل لايك وكومنت، ويا لو تقدر تعمل لي شير كمان عشان نرجع نتشاف زي الاول وبقوة تاني. ودلوقتي خلينا في المهم، وهو حكاية النهاردة واللي بعتها لي بنت وانا قاعد الساعة 3 الفجر، واللي بتتكلم فيه عن رعب بيحصل في الأسانسير والعمارة اللي كانت ساكنة فيها بالذات قبل ما تهرب منها بأعجوبة. فحضر قهوتك واقعد في ركن الأوضة وركز معايا عشان انت الآن مع رعب الخميس، وبسم الله نبدأ. بعد قطع النور في كل الأماكن بالساعة والاتنين، جات لي أسوأ حكاية حصلت في الأسانسير، وللأسف صاحبة الحكاية بيتعالج نفسيا لحد دلوقتي وبتحذركم من اللي حصل لها، واللي بسبب اللي قريته كان لازم أجي وأحكي ليكم يا ملهمين لأنها تستحق بجد. البنت بعتالي وبتقولي أنا عارفة إنك يمكن ما تشوفش رسايلي، بس أنا عايز أتكلم مع حد ويسمعني، ولو ربنا أراد وشفت الرسايل وأنا لسه عايشة هاخد بنصيحتك وهكون سعيدة أوي إني اتكلمت معاك. أنا ساكنة في عمارة ليها 2 أسانسير في مكان شعبي وعادي، مش مستوى ولا حاجة، بس العمارة جديدة وكبيرة، وبابا شاف لنا الشقة اللي في الدور الأخير بسعر كويس وخدناها ونقلنا فيها جديد. كان في حوالي شقتين كمان اللي ساكنين في العمارة، وباقي العمارة لسه ما اتباعش فيها حاجة رغم إن الشقق سعرها قليل مش غالي. كان الأمر طبيعي جدا في الشقة ومفيش حاجة مخيفة بتحصل، بس بالليل كنت بسمع قدام شقتنا بيمشي في الممر ويفضل يموق بطريقة بشعة قوي كأنه عايز يتكلم زي البني آدمين بالظبط. أنا عارفة إن في قطط كتير كده، وحاولت أتغاضى عن الموضوع ومركزش معاه لحد ما في يوم اتعرض لي وهجم عليا على السلم. أنت متخيل؟ كنت نازلة يومها متأخر شوية آخد من صاحبتي حاجة ضروري، وكانت الساعة حوالي 12 بالليل. أول ما خرجت من باب الشقة ورايح على الأسانسير لقيت القط ده بيهجم عليا زي المسعور بالظبط، ومسك في رجلي. بقيت أصرخ وأدب على الأرض عشان يسيبني ويبعد عني، ودخلت جريت على الشقة تاني وأنا منهارة من العياط والخضة. ده كان أول موقف يحصل قبل الكوارث اللي هحكيها لك دلوقتي. في مرة دخلت حش العمارة لقيت ست عجوزة لابسة اسود وظهرها منحني وماسكة عكاز، فمن باب الأدب وقفت وقلت لها أساعدك في حاجة يا ماما. لقيتها عدلت ظهرها عادي، وقفت بصت لي وعيونها شبه كلها اسود. قلبي اتقبض بس ما حبيتش احرجها، وقالت لي منتظرة مارينا. وانا لما عرفت عن السكان كنت عارفة ان العيلتين اللي عندنا اللي ساكنين في العمارة يعني مسلمين وكده، فما فيش حد مسيحي. فقلت لها بس هنا ما فيش حد ساكن اسمه مارينا، اكيد حضرتك دخلتي عمارة غلط. دبت عكازها في الارض وبرقت لي وصوتها بدأ يقلب على رجولي، وكررت كلامها وهي بتقول بقولك منتظرة مارينا. أنا وقتها ما قدرتش أتمالك أعصابي من صوتها اللي اتغير فجأة، وطلعت أجري بسرعة. ركبت الأسانسير وطلعت البيت، حكيت لوالدتي وقالت لي بلاش أقف تاني مع الجيران عشان ما يحصلش مشاكل. والدتي ما فهمتش قصدي وما حبتش عليها الصراحة معايا وكده، لحد أما جه اليوم الموعود. خرجت مع صحابي في يوم والوقت خدني والمواصلات كانت زحمة اليوم ده، فرجعت البيت حوالي الساعة 12 بالليل. ووالدتي كانت كل دقيقة بتتصل بيا وتستعجلني وتقول لي إن بابا غضبان وبيزعل على التأخير بره كل ده. دخلت البيت وأنا بجري ودوست على الأسانسير عشان ينزل، وسمعت صوت القط اللي بيموق ده نازل على السلم من فوق. ركبت بسرعة قبل ما يهجم عليا تاني عشان أهرب منه وما يعطلنيش أكتر من كده. ما خدتش بالي من اللي كان مستنيني جوه الأسانسير، وأول ما الباب اتقفل عليا يا دوب باخد نفس وبقول الحمد لله وبدوس على الزرار. لقيت ورايا في المراية بنت في سن 15 سنة لابسة فستان أبيض مبقع بالدم وشعرها نازل على وشها وفردة ايديها قدامها. وأول ما لمحت المنظر ده تلقائيا صرخت وأنا بلف وشي ناحيتها
وبإيدي بحاول أدوس على الزراير علشان أوقف الأسانسير وأهرب منه، وما كانش وقتها بيقف، بل بالعكس حسيته بيطلع وبينزل بيا وما بيوقفش. قعدت على الأرض مكاني وأنا بقول لها أنت مين؟ أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. ردت عليا ويا ريتها ما ردت عليا، قالت لي أنا مارينا اللي دفنتوها وبنيت العمارة على جثتها. النور قطع نهائي يا ملهمين في وقتها، وانا دخلت في نوبة صراخ لحد ما فقدت الوعي، لكن ما زال كلامها متذكراه. وفقت لقيت نفسي على السرير ووالدتي ووالدي حواليا بيقولوا لي ان النور قطع، وسمعوا صريخي في الاسانسير. ولما فتحوا عليا لقوني فاقد الوعي، وسالتهم ما كانش في بنت معايا في الاسانسير؟ قالوا لي لا، بس كان في ورقه موقعه من شنطتك وقع جنبي فحطيناها لك مكانها. واول ما سابوني اهلي وخرجوا من الاوضه جريت فتحت الشنطه ومسكت الورقه وقلبت فيها، والورقه دي ما كانتش بتاعتي وشكلها غريب وانا ما اعرفهاش. فتحتها واتصدمت من المكتوب جواها بنقط من الدم: اعذري من مارينا. ما بقتش فاهمه مين البنت دي بالظبط وليه قالت على جثتها مدفونه تحت العماره. شويه وانا قاعده بفكر سمعت صوت القط تاني بيموع بالاصوات العجيبه. ركزت معاه شويه وانا حاساه بيقول مارينا مارينا، بس بطريقته. هو أكيد يقصد مارينا صح؟ أقول فعلا دي روحها اللي بتطوف في العمارة، ولا ده شيطان وبتهيأ على شكلها، ولا حد من اللي قتلوها؟ دماغي راحت لمليون سيناريو وفكرة. بقيت خايفة أقول لماما على اللي شفته، لا تعرضني على شيخ ولا حاجة ويدخلوني في سكة الملبوسة وعليها جن والحوارات دي، وأنا متأكدة من اللي شفته بعيني دي وإني مش بهلوس بأي حاجة، والورقة اللي في إيدي تثبت كلامي. فضلت يومين في البيت خايفة أنزل تاني ومش مستعد لأي رعب يحصل معايا. وفي اليوم التالت اتصلت بيا واحدة صاحبتي اللي لاحظت غيابي وكانت مصممة إننا ننزل نقعد بره ونتقابل، لكن ما قدرتش. قلت لها لو عايزة تقعدي معايا تجيلي البيت لأني تعبانة، فوافقت وقالت لي طب ساعتين وهجيلك. بصيت في الساعة لقيتها الساعة 3 العصر. خرجت لوالدتي أبلغها إن في ضيفة جاية، بس للأسف كانت والدتي تعبانة شوية وقالت لي طب انزلي هاتي الطلبات دي عشان تضيفي صاحبتك بيها عشان عيب. بس بالاساس انا عزمت صاحبتي في البيت علشان ما اخرجش من البيت، لكن انا دلوقتي شكلي اتورطت اني انزل غصب عني. وفضلت اشجع نفسي اننا الصبح وعادي، يعني اكيد مش هيحصل حاجه ونور ربنا موجود يعني. وفعلا جهزت نفسي وقررت انزل السلم ومركبش الاسانسير تاني. ورغم ان الموضوع كان مهلك حبتين، بس كان امان ليا اكتر، وما كنتش حاسه بخوف او حاجه غير اني ما سمعت الصوت القط ولا ظهر لي، ودي احسن حاجه حصلت. اشتريت الطلبات من جنب البيت، وانا راجعه لقيت في الحوش راجل في سن ال40 كده واقف مع بنته وجوزها شكلهم صغيرين ومتجوزين جداد، وبيقول لهم والله ما هتلاقي اسعار اقل من كده، وشوفوا بره وهتتاكدوا احنا بنبيع برخص التراب علشان مسافرين بس. عرفت وقتها ان هو صاحب العماره. عملت نفسي مشغوله في الاكياس لحد ما الناس مشيت، وجريت بسرعه على الراجل وقلت له لو سمحت لو سمحت. رد عليا وقال لي ايوه. قلت له هو حضرتك صاحب العمارة صح؟ ما ادانيش إجابة محددة وقال لي خير. حبيت أخدعه علشان ياخد ويدي معايا في الكلام وكده. قلت له أنا بنت عم فاروق اللي ساكن في التاسع، لسه شاريين جديد، ولما قلت لأصحابي على سعر الشقة انبهروا، وفي أكتر من بنت مخطوبين وبيدوروا على شقق عايزين يشتروا منك، فسمعت إنك مستعجل في البيع وأنا ممكن أساعدك على ده. حسيت انه فرح ووافق بسرعه، فقلت طب هات رقمك علشان اخلي صحابي يبعتهولك وكده. برغم ان حسيت نظراته ليا ما كانتش كويسه، بس كملت في الموضوع لان ما ينفعش اسكت عليه. طلعت البيت وجات لي صديقتي قعدنا سوا وحكيت لها جزء من اللي حصل، وطلبت منها تتصل من عندها برقم صاحب البيت وتقول له انها عايزه شقه وهتيجي قريب تشوفها وكده عشان يصدقني وما يشكش فيا. ولما صاحبتي اتصلت بالراجل صوته كان مبسوط اول ما عرف انها زبونه تبعي وكده، وقال لها هي لحقت تبلغك. تنورينا يا استاذه انت والبيت بتاعك في اي وقت. جت الساعه 10 وصاحبتي استاذنت عشان تروح، وكان من باب الادب اني انزلها على اول الشارع واطمن عليها، فنزلت معاها وانا
وانا كل تفكيري انا هعمل ايه بعد ما صاحبتي تمشي، وهعمل ايه مع صاحب العمارة، وازاي هستدرجه في الكلام. وانا راجعة طلعت برضو على السلم، واول دور كان فاضي، تاني دور كان فاضي، التالت كان ضلمة شوية واللمبة مقفولة. رابع دور شفتها كانت واقفة في الممر الدور الرابع، واقفة شايفاها ومش شايفة منها غير فستانها الأبيض اللي مليان بالدم، وفي إيديها دبدوب صغير. قلبي اتقبض أول ما شفتها. رجعت تاني برجلي علشان أنزل السلم بحذر، وأنا بقول على فكرة أنا هساعدك، أنا بحاول أعرف اللي حصل إيه علشان أجيب حقك، أنا ماليش ذنب صدقيني. كانت ثابتة وراسها معوج على الجنب وما بتتكلمش ولا بتتحرك. خدت خطوة لورا تاني على السلم علشان أهرب منها وأجري، لكن اتصدمت باللي واقف ورايا وبيموق بصوت غضبان وهو بيقول مارينا مارينا. عينه كان كلها أبيض وبقه عبارة عن دم، كأنه كان بياكل في بني آدم. دلوقتي صرخت وطلعت أجري فوق من غير ما أهتم المارينا اللي ثابتة قدامي، لكني كنت محاصرة. كانش قدامي حل تاني غير إن أنا أهرب على فوق. طلعت ال9 أدوار في لحظة، معرفش إزاي وصلت لباب بيتنا ودخلت واخدت نفسي بالعافية. وعلى الساعة 1 بالليل كنت هديت شوية وبعت لصاحب العمارة رسائل على الواتساب بعد ما حطيت أحسن صورة ليا علشان يشوفها ويطمن أكتر، وكتبت له مساء الخير يا جميل، يا رب تكون صاحي. حسيت كأنه منتظر رسالتي، ورد في نفس الدقيقة وقال لي صاحي طبعا، ولو نايم نقوم للقمر. كانت طريقته قذرة ومش متحملاها لكن مضطرة علشان أفهم أكتر. رجعت تملكت أعصابي وقلت له بقى ينفع تكون صاحب العمارة تبقاش ساكن معانا كده ومنور بيتك؟ بس قال لي رد خيب كل أمالي لما قال لي لا بصراحة أنا مش صاحب العمارة، أنا صديقهم السمسار اللي ببيع الشقق ليهم وكده، هما مش فاضيين. حسيت إنه وقعت نفسي في داهية على الفاضي وقلت له هو صاحب العمارة مش راجل واحد بس؟ رد وقال لي لا دول 3 ولاد الحاج حسين الدهشوري الله يرحمه، ورثوا العمارة لما كانت قديمة وجددوها وأنا كنت معاهم في خطوة بخطوة. كملت وسألته وبعت له ريكورد. طيب هما ليه عايزين يسافروا؟ كمان أنا سمعتك بتقول للزباين الصبح إحنا بنبيع بالرخيص عشان مسافرين، هو انت كمان مسافر معاهم ولا ايه؟ كان زي العيل الصغير اللي ما صدق يلاقي لعبه ويرغي معاها، وعمل لي هو كمان ريكورد وقال لي اصل هم خوافين حبتين وعملوا مشكلة كده من فترة وخايفين حد يظهر ويرفع عليهم قضية، وانا للأسف شريكهم في كل شيء فضروري اسافر معاهم، اصلهم ما بيعرفوش يتصرفوا من غيري. كان حابب يظهر لي قد ايه هو الكل في الكل والمسيطر والاول والاخير، وانا حبيت اعمل نفسي مصدقاه وانبهر بكلامه علشان اقدر اجيب باقي الحكايه اللي خايفين منها. لحد ما طلب مني نتقابل في شقه من الشقق اللي فاضيه في العماره وهو يحكي لي كل حاجه. كان مستحيل توصل للدرجه دي، وفضلت احاول افتح معاه كلام تاني واغير مجرى الحديث ولكني فشلت، وهو كل كلامه عن هو مصمم تعالي بس نشرب كوبايتين شاي وانا احكي لك عن عيال الدهشوري. قفلت معاه وانا عقلي بيقول لي ليه لا، ليه ما قابلهوش وافتح تسجيل لاعترافه، ولو حصل اي حاجة او اي شيء احضر معايا حاجة دافع بيها عن نفسي، ولو صرخت اهلي في العمارة هيسمعوني والموضوع هينتهي، لكن هكون خدت حق مارينا. كنت عارفة ان لو استشرت اهلي او حد من صحابي هيمنعوني بشكل قاطع، بس انا اكتر واحدة عارفة دلوقتي ان في روح بتتعذب وراح حقها، وتقريبا ما ظهرتش لغيري لان مفيش حد في العمارة اشتكى. ظبطت معاه ميعاد على يوم تاني، قمت حضرت بخاخة فيها خل وليمون وشطة حامية كتير لاني عارفة ان لو قدرت ابخ منها في وشه هقدر اهرب ومش هيقدر يفتح عينيه. وخدت معايا سكينة صغيرة احتياطي جايز احتاجها وخبيتها في شراب التويت. كذبت على والدتي وقلت لها انا نازلة لصحابي ونزلت المرة دي في الاسانسير، وقفت في الدور الرابع زي ما الراجل اتفق معايا. مجرد ما نزلت لقيت واقف قدام باب الشقة اللي هندخلها وبيشاور لي بحماس وضحكة مرسومة على وشه وبشع زيه. رسمت البسمة على وشي بالعافية وانا من جوايا مشمئزة وبترعش من الموقف وبتلفت حواليا اشوف حد شافني ولا لا،
دخلت معاه الشقة اللي كانت كلها فاضية وجواها كرسيين بس وترابيزة عليها غلاية شاي وشوية برطمانات معفنة فيها سكر وخلافه. سحبت الكرسي بتاعي بعيد شوية عنه وقلت له يعمل لي شاي بحيث خلال الوقت ده يكون حكالي اللي حصل. ما كنتش نسيت طبعا اني افتح تسجيل صوتي ليه وعشان اسجل كل اعترافاته. خلص الشاي وسحب الكرسي بتاعه وقعد قدامي واحنا بنشرب، وفتحت انا الكلام الاول بعد لما لقيته بيتغازل فيا وبمدى اعجابه بقوة شخصيتي. فقلت له ها، قول لي بقى ايه حكاية المشكلة القديمة اللي حصلت دي؟ وهو يا سيدي يمكن افديك بحركة ذكية تنفعك وتخليك تاخد فلوس كتير من ورا عيلة الدهشور وبالنص برضه كده يا عم. كان متجاوب معايا وهو مبسوط وبيقول لي ياه كمان خايف على مصلحتي، ده انت طلعت داهية كبيرة. بس عجبتيني، انا بحب البنات اللي بتفكر بعقلها زي كده وفي مصلحتها. وبدأ يحكي له وهو بيقول يا ستي مفيش، العمارة دي أيام الحاج دهشوري كانت قديمة حبتين وكان مأجر فيها شقق عقد قديم اللي هو 59 سنة وكده. ده الست من زمن عايشة فيها وجوزها ميت ومعاها بنت كده صغيرة بس كانوا مسيحيين. رديت في بالي أكيد مارينا. أول ما اتكلم على طول بقيت منصتة لكلامه بكل حواسي وعايز أفهم إيه اللي حصل. وقلت له ها بعدين كمل. وبدأ يقول لي بعدين يا ستي هما كانوا عايزين يجددوا العمارة والست دي رافضة تاخد القرشين وتخرج هي وبنتها كان لسانها طويل كده. قال ايه، هددتهم بالقط بتاعها وخلته فعلا يتهجم على واحد من عيال الدهشوري والقط عضه. ومن وقتها كلهم اتجننوا وبقوا ازاي حتة بنت مفعوصة تعمل فيهم كده. وقامت الدنيا حريقة ومشاكل لحد ما واحنا بنتخانق معاهم. في مرة البنت بتدافع عن امها قدام باب الشقة، فابن الدهشوري اللي اتعض ده مسك البنت رماها من بير السلم. امها اول لما شافت المنظر ده اترمت وراها هي كمان، وهو برضو اللي كان رماها علشان ما تبلغش عنه كده. ما كانش فيه غير القط اللي هجم علينا ينتقم لصاحبته واتقتل هو كمان بنفس الطريقة وفي نفس المكان. طبعا محدش شاف الحادثة لأن هم كانوا آخر سكان في البيت القديم، والمشكلة وإننا ما نعرفش أي قرايب أو ناس للست دي هي وبنتها، ومحدش جه سأل عليهم. فجددنا العمار على كده والقصة اتقفلت. بس ولاد الدهشوري بقوا خايفين لا يظهر قرايب للناس دي ويكتشفوا الحقيقة. جسمي اتشل وانا بسمع الكلام ومبقتش عارفة ازاي ناس وصل بيهم الجحود للدرجة دي. السمسار خلص كلامه ولقيته بيقرب مني وهو بيغير الكلام وبيتكلم في حاجة تانية. المشكلة اني نسيت كل شيء انا محضراه والسكينة اللي في شرابي وعقلي وقف، ما بقتش عارفة اتصرف. بقيت عافر معاه وانا دموعي بتنزل ومش قادر ادافع عن نفسي لحد ما ظهر الصوت وانقذني، وهو صوت القط وهو بيقول مارينا مارينا. الراجل اتصدم من ظهور القط البشع وراه وسابني وهو بيقع على الارض من الصدمة. القط هجم عليه وبدأ يقطع في جسمه والتاني بيصرخ وبيحاول يفلت منه ويهرب ومش عارف عشان الصدمة تسيطر عليا وانا شايفة مارينا خارجة قدامي، لكن المرة دي شعرها حلو ومرتب وبصيت لي بابتسامة رضا. فهمت انها مش هتأذيني وانا مبسوطة اني قدرت اخد عليها اعتراض. خرجت اجري وانا قلبي هينفجر من كتر الخضة والدموع مش سايباني. كنت بصرخ من غير ما احس ونزلت على السلم زي المجنونة ومش حاسة برجليا، وكل اللي عايز اوصله ان اطلع بره العمارة باي شكل. واول ما وصلت الشارع فضلت اتنفس بصعوبة وابص ورايا كأني لسه شايفة الكابوس قدامي. اتصلت بصاحبتي قلت لها تعالي بسرعة، ولما جت وانا بحكي لها لقيتها هي كمان مرعوبة واقسمت لي انها شافت القط ده قبل كده بيبص ليها من دور عالي وهي طالعة تزورني. ووقتها رحنا القسم وعملنا محضر للشخص المجنون ده علشان حق مارينا لازم يرجع. وتاني يوم اختفى السمسار ومحدش شافه. ومن وقتها وكأن الأرض انشقت وبلعته. الناس في العمارة قالوا إن ساب المدينة وسافر، بس أنا متأكدة إنه ما اختفاش لوحده. متأكدة إن مارينا خلصت حقها والعمارة جالها قرار إزالة بعد ما انتشر الموضوع، وإحنا أكيد سيبنا العمارة في وقتها ورحنا عمارة تانية أكيد علشان ترجع كل حاجة لطبيعتها. بس تفتكروا إن دي نهاية القصة وحق مارينا رجع فعلا ولا مارينا ليها رأي تاني؟